ايام مرتضى منصور كنا بنقولوا على الزمالك عزبه. كنا بنقولوا على الزمالك عزبه عشان كان اللي يديره واحد بس، واحد وعياله. النادي الاهلي بقى اقرب تشابه للعزبه، عشان اللي بيديره دلوقتي واحد واصحابه. كابتن محمود الخطيب اللي بياخد بكلام الجمهور بمزاجه ويسيب كلام الجمهور بمزاجه. يعني لما الجمهور نادى وطلب ان ريبيرو يمشي، عادي مشينا ريبيرو عشان الجمهور. طب ما الجمهور نفسه هو اللي بيقول لك رجع سيد عبد الحفيظ عشان إدارة الضبط في أوضة اللبس. ما انت عندك عبء إداري، يعني انت عندك عبء إداري. ليه ما رضيش تقتنع انك انت ماشي سيد عبد الحفيظ ده غلط؟ ليه ما رضيش تقتنع؟ ولا الحاشا اللي حواليك هم اللي مش عاوزينك تقتنع ان سيد عبد الحفيظ يرجع تاني؟ لا، ده هياخد منك اللقطة. لا، ده سيد عبد الحفيظ سمع. طيب ليه النادي الاهلي اهم من محمود الخطيب، اهم من سيد عبد الحفيظ، اهم من اي حد في الدنيا؟ ليه مش راضي ترجع سيد عبد الحفيظ تاني؟ ايه الغلط اللي عمله سيد عبد الحفيظ عشان ما يرجعش عليه؟ يا راجل انت بنفسك صرحت مرتضى منصور بعد ما اساء ليك واساء للنادي الاهلي واساء الاعضاء مجلس الاداره، وكان بينكم قواضي، بس هي اللي عمله سيد عبد الحفيظ عشان ما يرجعش. دي حاجه. يعني ده ابراهيم فايق طلع فضحكم، طلع فضحكم. يعني في حد تبعكم راح كلم قناه ام بي سي عشان يلغي العقد او يقطع التعاقد مع سيد عبد الحفيظ عشان انتوا كنتوا عاوزينه. ده الكلام ده امبارح طلبتوا سيد عبد الحفيظ. ايه اللي حصل خلاكم رجعتوا في كلامكم؟ الراجل اللي طلبات من حقه يطلب ومن حقه يتشرط عشان حاجه واحده، عشان انتوا مشيتوه بطريقه مش كويسه. ايه الطريقه اللي مشيتوا بيها سيد عبد الحفيظ دي؟ الراجل جاي دلوقتي، الراجل نفسه واحنا كجمهور ما لاقيينش سبب سيد عبد الحفيظ مشى ليه. يا عم اطلع قول لنا، يا عم لو اخطا قول لنا ده عمل كذا 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 بس عشان احنا نرتاحوا. لكن احنا لغايه دلوقتي ما عارفينش ولا هو عارف لغايه دلوقتي مشى ليه، والطريقه اللي مشى بيها كانت اسوأ من السوء. مين اللي حوالين الكابتن محمود الخطيب؟ مين اللي بيدير له الدنيا دي؟ انا مش عارف. طب ما انت سمعت كلام الجمهور ماشي كويس، انت سمعت كلام الجمهور ومشيت ريبيرو ان ريبيرو مش كويس. طب ما تسمع كلام الجمهور برضه دول بيقول لك هات سيد عبد الحفيظ. ايام سيد عبد الحفيظ ما كانش فيه كميه المشاكل دي. ايام سيد عبد الحفيظ ما كانش فيه لعيبه بتتدلع زي دلوقتي. ليه انت حاطه في دماغك؟ او ليه انت مثلا خلاص عملت اكس على سيد عبد الحفيظ؟ والاسود من ده والاسوأ لو ما جبتوش في مجلس الاداره ده هتبان، يعني هيبان انك انت شايل حاجه في قلبك لسيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لو ذكر صح زي ما هو ذكر، لو محمود الخطيب ما رضيش ياخده في القائمه بتاعته وينزل فرد وهينجح، ينزل لوحده وهينجح. اعضاء النادي بتحب سيد عبد الحفيظ، وهي اللي بتطالب ان محمود الخطيب ياخد سيد عبد الحفيظ في القائمه بتاعته. ليه بتتعاملوا كده مع النادي الاهلي؟ احنا كنا بنقولوا على الشخص اللي كان يدير نادي واحد لوحده كنا نقولوا عليه